السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. أولا ألف ألف مليون مبروك لطلابنا وطالباتنا طالبات الثانوية العامة اللي نجح. ألف ألف مليون مبروك ليه، واللي لا قدر الله منجحش إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ويكرمه فيما هو قادم ويركز في اللي جاي، وإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. اليوم او امبارح، هو ترند النهارده يعني، ولكن امبارح كانت الهدايا نازلة ترف 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 على التيك توكر المشهورة سوزي الأردنية. سوزي الأردنية للي ما يعرفهاش هي بنت آه، بسيطة خالص، يعني شخصيتها عفوية زيادة عن اللزوم. هي عفوية يعني، هي اللي بيجي في دماغها بتقوله. وسبحان الله الموضوع دوت لاقى إعجاب ناس كتير على مستوى العالم العربي. وهي دمها خفيف جدا، وبنت شاطرة وعارفة هي عايزة ايه، واللي منجحها عفويتها دي. فسوزي طلعت بيت طلعت فرحانة وسعيدة إنها جابت 50%، وإنها نفسها تشتغل مدرسة علوم. وحصل امبارح ضجة كبيرة جدا حوالين سوزي فتحت لايف امبارح، ما شاء الله انهالت عليها الهدايا من كل الناس كانت فرحانة لها ومبسوطة لها. في بعض الإعلاميين شافوا الكلام دوت، أو الناس اللي على اليوتيوب أو على بعض المنصات شافوا إن الكلام ده إزاي يبقى نموذج زي سوزي تتكلموا عليه وتعملوا وتسووا فيه وتروحوا تصوروا معاه. راحت بعض المواقع صورت معاها في البيت، وايه طموحاتك يا سوزي وايه نفسك في ايه يا سوزي. سوزي ابتدت تتكلم انها نفسها انها تشتغل مدرسة علوم. البعض شايف ان سوزي ما كانتش تستحق الضجة اللي حصلت حواليها دي. والبعض الآخر شايف إن سوزي أنا آسف في اللفظ يعني إنها بنت تافهة وما تستحقش. وناس تاني شايفة إن سوزي بنت كويسة وغلبانة وتلقائية، وعشان كده عشان تلقائيتها دي ربنا سبحانه وتعالى أكرمها. يا جدعان، الموضوع بالمختصر المفيد ان كل شخص ربنا سبحانه وتعالى بيديله على قد تعبه. هي تعبت وكانت بدأها من الصفر، كانت بدأها من العدم، من مفيش. ما كانش في حد بي بيدعمها ولو بجنيه. هي في يوم من ذات الايام مسكت التليفون، ابتدت انها تتكلم مش عارف ايه بتاع. في البداية طبعا محدش كان عارفها، لحد ما لقطة كده اللي هو الترند بتاع الشارع اللي وراه ومش عارف ايه، وهوبا ابتدت سوزي تلمع، وابتدت الناس تتكلم عليها لدرجة ان كمان ال قبضوا عليها في قصة الشارع اللي وراها. في ناس يعني دخلت اصطادت في المية العكرة وراحت قالت ان هي بتقول كلام يخدش في الحياة ومش عارف ايه، ولكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمها وقدرت انها تطلع من الموضوع دوت. اللي انا عايز اقوله ان ده الخلق للخالق. راح لها الاعلام او موقع ما صور معاها، خلاص هما بيدوروا على الناس اللي هي في منورة في نور حواليها. هي بتتعامل بتلقائية يا جدعان، اللي في دماغها بتقوله، اللي بيجي في دماغها وليدة اللحظة بتقوله. فما بلاش يعني ان احنا نجلد في الناس. هي بنت طيبة وغلبانة وربنا سبحانه وتعالى اداها، خلاص يعني نسلك عشان ربنا سبحانه وتعالى يسلكنا. هي لقيت و...
وعلى قد مجهودها وتعبت وخلاص. هو يومينها دول، جواها ده، ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد إن هي تكون منورة، وأراد إنها تظهر، وأراد إنها تشوف يعني يعني تسعد في الحياة زي ما بيقولوا. خلاص ربنا دي إرادة ربنا، مش إرادة حد. غير كده أنا شايف إنه هري. أصل مش دي النموذج اللي قدموه، أصل دي مش عارف إيه، أصل دي الإعلام عندنا في مصر بيدور على الناس المنورة، بيدور على الناس اللي بتدور عليه الناس. يعني لما تلاقي فيه تجمعات، سواء في لايف، سواء في تيك توك او يوتيوب او يبقى الشخص ده بالتالي ناجح. هي بتتحسب كده، محدش يفهمني اي حاجة تاني. قيم، مثل، مش عارف ايه الكلام دوت، ده بقى مش بتاعنا احنا، او مش بتاع الشخص اللي جايله الاعلام. الكلام ده اتكلم فيه الاعلام بتاعك، ما تكلمش فيه الشخصية اللي هي جايلها الاعلام. الناس رايحة عليها، الناس بتحبها، وهي فعلا بنت طيبة جدا وشخصية طيبة جدا. باين هي تلقائية زيادة عن اللزوم، تلقائية بما تعنيه كلمة تلقائية. فدعوا الخلق للخالق، سيبوها تنبسط وتستمتع وتعيش حياتها. تدخل كلية بقى ما تدخلش، تدخل كلية خاصة ما تدخلش، الناس تبعت لها فلوس، الناس تبعت لها هدايا، انت ما دفعتش حاجة من غيرك، من جيبك. انت عبارة عن ناقد، بتنقد حدث ما، خلاص انت انتقدتها، فخلاص سيبها. هي طالعة كده، شكلها كده، لونها كده، حياتها كده، هي ماشية معاها كده، فخلاص. فالسوشيال ميديا كانت مقلوبة، وناس مع وناس ضد. في النهاية هي ربنا سبحانه وتعالى اداها واكرمها وشاور عليها، فخلاص ربنا يكرمك يا سوزي فيما هو قادم، وركزي في حياتك. وانا من ضمن الناس اللي بحب لك الخير، وبحب الخير لكل الناس، وربنا يرزق عباده كلهم يا رب من فضله. محدش طالما ان انت ما بتحطش ايدك في جيب حد، وما بتستغلش حد، خلاص هما اللي جايين لك خلاص. فده رزقك، وربنا يا بنتي يوسع عليك ويكرمك من فضله. وده كان ترند النهارده، ترند سوزي الأردنية. بالتوفيق يا سوزي، وإن شاء الله بإذن الله كل جديد هتلاقوه هنا على قناتكم، قناة محمد كريم أستاذ مصر الأول. السلام عليكم.